السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. دروك غادي ندير انا وياكم كاطو يجي بنين، يجي يذوب في الفم، بلا كريمه الزبده بلا شوكولا. بصح هاد الكاطو صراحه الذوق تاعه بنين بنين بزاف، روعه. ويلا مع المقادير. هنا عندي 250 غرام تاع دهان. درت نصف العلبه هذيك، العلبه الكبيره درت نصف تاعها، 250 غرام. مع عندي نص كاس تاع سكر، سكر كلاصي، سكر ناعم بالمغرف، يجوكم 3 مغارف كبار معمرين. وعندي مغرف كبيره تاع لافاني، انا درت 2 اكياس. ودرت قرصه تاع الملح. وهاد لاباط باش تجيكم خفيفه وهشيشه وتجي تذوب في الفم وتجيكم الحبات قد قد، ما تجيش حبه صغيره على حبه. هي ديروا الحبه تاع البيض حتى كي تدخل مليح في الدهان، وتشوفوا داك الدهان تاعكم ولا كريمي، عاده زيدوا صفار البيضه. وهذاك البيض خلوه باش نديروا به التزيين كما هكا. دروك غادي نزيد الصفار تاع البيضه ونخلط مليح كما قلت لكم، باش لاباط تاعكم تجيكم خفيفه وهشيشه. هاد الكاطو. هنا عندي نص كاس تاع نشا، تاني نخلطو مليح عاده، ونزيدو الفارينه. وغادي نزيد مع الفارينه مغرف، شوفوا ماشي عامره، تاع خميره الحلويات. ما تكثروش الخميره باش ما يخسرش الشكل تاعها في الكوشه كي تقعد تطيب. هنا نحلو كما هكا بالوراق، ونديرو باي مول يكون عندكم كيما تبغوا هكا، تبغوا يكون دائري كيما بغيتو، الشكل اللي بغيتو. وديروا الساشي كما هكا، كي تبغوا تحلوا الحبه ديروا الساشي من التحت وساشي من الفوق باش يعاونكم في الخدمه. وهنا غادي ندير هذاك البياض البيضاء اللي خليناه، وغادي ندير هكا اللوز ايفيلي. وديروا البياض هنا كميه لاباس بها باش هذاك اللوز يلصق لكم كما هكا. وغادي نديروا، شوفوا، حبات نديروا فيهم وحبات تحت ما نديروش فيهم باش نلصقوا حبه مع اختها كما هكا. نديروهم يطيبوا في الكوشه على 180 درجه. الصابلي طيبوه مليح باش يجيكم صراحه يجيكم هشيش ويجي كيما نقولوا حنا، ما يجيكمش هذيك اللي فيه البنه هكا ويجي خضر. طيبوه مليح باش خاطر غادي كي تزيدوا ديروا له الكونفيتور. دوك تشوفوا الحشو اللي ديروا، اي حشو ما كيما نقولوا حنا ما يطلعش ويتعجن غادر، الخطا غادي هذا الكاطو لا ربي يكتب ان شاء الله غادي نخلوه للعيد. كيما طيبوهش مليح ما يجيكمش بنين. طيبوا مليح الكاطو تاعكم، حمروا شعلوا ليه من التحت وعاودوا شعلوا ليه من الفوق، يدي تحميره خفيفه وخرجوا تاني ما تحركوش. وهنا للحشو كما قلت لكم انا درته بلا كريمه الزبده، وهذا الحشو جا بنين بنين بزاف. شوفوا، درت هنا حلوه الترك، واحد 3 مغارف كبار تاع حلوه الترك. ودرت هذيك النوعيه الشابه، شغل فيها كحبيبه تاع البيستاش. وزدت عليها داك الكونفيتور تاع المشماش. كما تعرفوا الكونفيتور تاع المشماش يجي بنين. ولصقت حبه كما هكا، حبه مع اختها، وحده فيها اللوز من الفوق افيلي، وحده ما فيهاش. هذه هي الحلوى اللي درتها انا وياكم، ان شاء الله تعجبكم. وزدت كملت لها التزيين تاعها، درت شويه كونفيتور وكيما درت لها اللوز ايفيلي من الفوق، زدت كملت في الحاشيه درت لها اللوز. وهذا هذا الكاطو يجي خفيف، ان شاء الله تجربوه. ومع السلامه الى فيديو جاي. باي.